السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران. للي أول مرة يشوف قناتي إن شاء الله مكملين في سلسلة حلويات العيد. هنعمل إن شاء الله النهاردة الغريبة، وهنعرف إزاي الغريبة تطلع مظبوطة زي ما الكتاب بيقول، يعني ولا بتمصق في الإيد زي ما أنا بجرب لكم كده، ولا كمان فرشت ولا هتشقق، ولو شققت هعمل إيه، ولو فرشت أعمل إيه. عوامل نجاح الغريبة التسوية بتاعتها المظبوطة. هنقول كمان اللون الحلو ده بتاخده ازاي. هنقول كل حاجه بتساعد اللي انت تعملي غريبه ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي ما الكتاب بيقول دايبه دوبان كده في بقك. قبل ما هنبدا الفيديو زي ما اتعودنا هنصلي على افضل خير خلق الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وتشيروه، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا. طبعا الصينيه اللي قدامكم كده كام واحده متاخده منها، دي اتاكلت وهي سخنه، اتشالت من وهي سخنه كده، والولاد اكلوها عشان كانوا خلاص بقى الفجر هيأذن علينا، فاكلوها عشان يدوقوها. طبعا الغريبه المفروض اللي احنا ما نشيلهاش غير بعد 3-4 ساعات لما تبرد تماما، نبدا ننقلها من مكانها. لو شلتيها وهي سخنه هتبصم في ايدك، وكمان هتفرول معاك وهتبقى مش مظبوطه. فالمفروض الغريبه بننقلها بعد ما تبرد تماما. هنا ما شاء الله بوريكم قد ايه هي من جوه، تحسها اللي هي مرمله كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكمان رائعه. اتمنى من ربنا يكون فيديو الكحك اللي انا عملته يكون عجبكم، يا رب الفيديو ده توصلوه لاكبر نسبه مشاهده. وشكرا على تعب حضراتكم في الوقت اللي بتضيعوه وانتوا بتتفرجوا عليا، وجزاكم الله خيرا. هنعمل الغريبه معايا ايه؟ انا معايا كيلو دقيق متعدد استخدامات انا نخلاه وحط عليه رشه ملح، ومعايا سكر 250 جرام سكر بودك انا نخلاه، ومعايا يعني ال 250 دمت بعد ما نخلتهم، يعني السكر نخلته وبعد كده وزنت 250 جرام سكر بودر، ومعايا 2 بياض بيض، ومعايا سمنه حطيتها في التلاجة في درجه حراره التلاجة عشان تبقى ساقعه كده. وهبدا اللي انا اعمل ايه. الحركه دي بقى دي غلطه اوعى تعملوها، دي انا وقعت فيها زي ما انا بقول لكم كده، وقعت فيها يعني ايه، سهيت خالص. كان النور قطع عندي، واول ما النور جه انا فرحت اللي هو جه فاشتغلت على طول. المفروض طبيعي اللي احنا اول حاجه بنعملها بنعمل السمنه بالنعامه خالص لغايه ما تبقى عامله زي الكريمه، وبعد كده انزل عليها بالسكر. قبل الغلطه دي يا ايمان هتأدي لبوظان الغريبه او هتعمل فيها حاجه ولا اي حاجه. هي مشكلتها هتاخد معاكي مجهود شويه وهتتعبك شويه في الشغل، يعني هتاخد معاكي مجهود شويه عما تنعمي السكر مع السمنه. طبعا وانا شغاله كده وبعد ما بدات انعمها بس ما نعمتش خالص، ونزلت ببياض البيض اللي انا حاطه عليه رشه فانيليا، بصيت لقيت اللي النور قطع عليا تاني. بعمل ايه؟ افضل مستنيه النور، ما انا مش عارفه هيجي امتى. فقمت بدات حطيتها في بوله كبيره، ودي هتشوفوها معاكم، وبدات ارب بايديا وارجع بقى ايه لايام الزمن الجميل، ايام ماما ربنا يديها الصحه، لما كانت بتعمل كل حاجه حتى البسكوت حتى اي حاجه كانت بتعملها بايديها من غير مضرب ولا اي حاجه من دي. يعني انتي اول حاجه المفروض الطريقه صح نعم السمنه اللي احنا مسقعينها في التلاجة. السمنه دي كانت عباره عن 720 جرام اللي معانا في البوله دي، وبعد كده هبص هلاقي وانا بعمل لا محتاجه سمنه. هنشوف هنعمل ايه واحنا شغالين واحده واحده عشان ما تتوهوش معايا. يبقى المفروض ان انا انعم السمنه خالص تماما، وبعد كده انزل بالسكر انعمه ويبقى فوم عالي كده، والبياض البيض انزل بيه اخر حاجه، واللي عليه رشه فانيليا. هنا بقى لما بقول لكم النور قطع فنقلتها ببوله كبيره. كان ممكن اول ما النور جه زي ما انتم شايفين كده انقل في البوله التانية ولا اقول لكم ايه اللي حصل ولا اي حاجه، بس انا عايزه اعرفكم لو حصل معاكم كده هتعملوا ايه. خلاص انا نعمت السكر مع السمنه مع البياض البيض دخلته. ايه ميزه بياض البيض يا امان، او بتحطي ليه بياض البيض؟ البياض بيعمل هشاشه للغريبه يا جماعه، بيخلي الغريبه فيها قرمشه كده وهشه ولها طعم كده، وكمان بيساعد على الحفاظ على اللون الابيض جواها، بيخليها حلوه. البياض البيض انا جربتها من غير بياض البيض وجربتها ببياض البيض، لا بياض البيض يعني جميل جدا، طريقه جميله جدا. الله يرحمه الشيف ادري، كنت مره شفت ليه فيديو الغريبه، وكنت انا ساعتها ما بحطش بياض البيض، فقال على بياض البيض ده، وانا من ساعتها وانا بحطه الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه اللهم امين. من ساعتها وانا بياض البيض دوت يعني اساسي عندي في الغريبه. هبدا انعم الغريبه كده وبسها كاني ببس دي، انعم
انعم. هنا يبان معاكي مفوله، اوعي تستعجلي وتحطي سمنه، انت بتنعميها بصوابعك وممكن تاخديها وتدلكيها بين كفوف ايديكي عادي، مفيش مشكله، مفيش جلوتين هيشتغل ولا حاجه، لان مفيش اي سوائل حطيناها. يبقى ما تستعجليش لقيتيها بتفول كده قلتي لا ده محتاجه سمنه، ولا تحطي اي حاجه لغايه ما تفولي، تديها بحبابه ايدك، تسخنيها وتبداي تبسيها كده وتنعم معاك. ما نعمتش زي ما حصل معايا، عملت وما نعمتش. انا عايزه النتيجه اللي انتوا شايفينها دي، هي دي النتيجه الصح. انا عايزه الغريبه بتلزق في ايديا وفي نفس الوقت طريه، هنا بتلزق في ايديا وطريه. هنا هبدا اوزن الغريبه كل واحده 10 جرام او 9 جرام، يعني من 8 ل 10 جرام. الحجم ده انا بحبه صغنطوط كده، يعني من 9 ل 10 8 حلو قوي. اما من اكبر من 10 لا، لان هتفتح كمان معاكي في الفرن، يعني هتكبر سنه فيبقى حجمها مظبوط معاكي. هبدا اكورها كده يعني زي ما بيقول ايه، اخدمها كده بين ايديا واعمل الكوره. ومش هعمل الكوره يا جماعه، مش هضغطها، يعني اعملها كوره ومش مضغوطه. هنا بعمل اختبار معاكم، اتكيت كده ما شققتش، هبدا اتك معاكم من كل ناحيه. ما شققتش كده يبقى هي مظبوطه، سمنتها مظبوطه وكل حاجه. لا نفترض اللي هي شققت يبقى هي محتاجه سمنه. لو شققت هنا العجينه طريه جدا معاكم وعجينه زي ما الكتاب بيقول. لو شققت يبقى هي محتاجه سمنه. لو هي فرشت معايا في الفرن، انا طبيعي بعد ما عملت كده استخدمت كورتين ودخلتهم الفرن اشوف النتيجه بتاعتي مظبوطه ولا لا، محتاجه دقيق ولا لا. طبعا انا عشان اوصل للنتيجه دي، انا قلت لكم السمنه الاولانيه كنت وزناها 720، اضطريت ان انا احط 20 جرام تانية 20 جرام تاني سمنه. ضربتهم بالمضرب لغايه ما فتحوا، وبعد كده ضفتهم وهم اللي وصلوا العجينه للنعوميه دي. يبقى الكيلو معايا خد معايا 740 جرام سمنه. الدقيق ده المفروض اللي هو الاصيل متعدد الاستخدامات، ودايما انا بعمله ب 720 جرام سمنه. المره دي خد معايا 740. ممكن يكون مش هو نوع الدقيق. هتقولي لي يا امان ما انت بتقولي الاصيل وانت اللي جايباه. بصراحه مش انا اللي جايباه، انا لما بكون عايزه دقيق ببعت مثلا ابني او بنتي هاتولي مثلا كذا كيلو دقيق من نوع كذا. فممكن يكونوا نسوا يقولوا كلمه الاصيل وقالوا متعدد الاستخدامات وخلاص. فانا مش هجزم اللي هو الاصيل، يعني مش هجزم ان دايما بستخدم في الاصيل 720. هنا طبعا زي ما انتم شايفين ايد علياء اللي كانت بتحط معايا اللي هو اللون اللي هو الفصوص ديت، اللي هي الفصوص دي. ده بعد ما استوى انا قلت لكم طبعا السوي بيخش على السوي بيخش على الفرن بيكون مسخن مسبقا على اللهم صل عليك يا نبي 160 درجة رف أوسط. وبعد كده بنزل الحرارة لغاية 150. لو فرنك عالي هيخش على 140، لو فرنك عالي دخليه على 140. الغريبة بتحتاج درجة حرارة خفيفة قليلة، يعني درجة حرارة هادية. أنا بعمل لكم كده بقول لكم شفتوا مش مبصمة في إيدي تماما. ليه؟ لأن سمنتها مظبوطة وكل حاجة فيها مظبوطة. حطيتيها في الفرن وعملتي اختبار ولقيتيها فرشت، هتقومي عاملاها مزوداها دقيق. قبل لقيتيها ساحت لقيتيها فرشت يبقى سمنتها كتير هتزوداها دقيق. قبل لقيتيها في البدايه وانت بتعملي شققت او في قلب الفرن شققت، ممكن تكون بشق للفرن لعده اسباب. اول حاجه ممكن تكوني دخلتها على حراره عاليه فقامت مشققه في الفرن، او اللي هي يكون محتاجه سمنه فشققت، يعني ممكن يكون كده او كده. فطبعا العجينه ما شاء الله لا قوه الا بالله زي ما الكتاب بيقول اللي شفتوا. انا بحاول اقرب الكاميرا قد ايه اللي تحس اللي هي من جوه مرمله، الغريبه من جوه مرمله. ودي فايده بياض البيض بالذات، تحسها مرمله كده وناعمه، مش غريبه. مش لما تيجي تاكليها تحسي ان انت بقك عجين. يعني ممكن تيجي تاكلي غريبه وطلعها حلوه ولونها حلو، بس انت بتاكلي بقك عجين مش حاجه مرمله. هنا بقى هبدا ارصها. هنا بقول لك الدرجه دي انا بحبها، اللي هي اكتر من يعني بدايه الدهب دي انا بحبها. بتوصيها عايزه تحتفظي بالحاجه دي، معلومه مش فاكره انا قلتها في بدايه الفيديو ولا لا، اللي انتي تحطي الحاجات دي في صينيه، توصيها في صينيه بلاش فوق بعض كده، حاولي تفرديهم شويه وتغطيها بشاش. سواء الكحك هتحطيه في علبه برضه تغطيه بشاش. الحاجات دي اما بتغطيها بشاش بيحصل ايه؟ ما بتطراش. انا عاملاها مرمله وحلوه، مش عايزاها تطرى معايا، انا عايزاها فيها